السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. غادي نحضر معكم اليوم وصفة ديال المملحات اللي تجي زوينة مقرمشة، مقادير بسيطة كتوجد دغيا دغيا. نتمنى تتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو اللي عجبكم مع الاحباب والاصدقاء. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه في المقادير كان عندي هنا 4 ديال الفرماجات المثلثين، عندي 4 ديال الزبده، هذه العطريه ديال بسطيد الحوت، شويه ديال الحار او الهريسه، عطريه ديال الحوت، و شويه معلقه ديال الملحه، والموطاد معلقه، و3 ديال الفصوص ديال الثوم ولا الثوم بودر ديروا معلقه صغيره عامره. صافي من بعد غادي نزيد كاس ديال الزيت العبار بكاس ديال العنبه، وكنخدم الكل جيدا. الا كان عندكم كنور ضامه ديال السمك حتى هي ديروها، حتى كتعطي مذاق زوين. غادي نخدموا الكل مزيان هاد العطريه هادي حتى كينسجموا مع بعضياتهم. ومن بعد من غادي نسجموا مع بعضياتهم نزيد الماء. بالنسبه للماء انا غادي نضيف الماء اللي بغى يدير الحليب يدير الحليب، تيجي زوين صراحه، تجي مقرمشه. غادي نزيد واحد شويه ديال التحميره، اللي ما بغيتوش ديروها ما بغيتوش تجيكم حمراء ما ديروش تحميره. اللي ما عندوش العطريه ديال الحوت ممكن يدير البصار تحميره، المهم العطريه العاديه وصافي. كنخدم هاد المكونات حتى كيرجعوا على شكل بوماد. من بعد يعني كتخدم ديك الزبده مزيان 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 صافي. من بعد غادي نبدا نزيد الماء، نزيد 2 كيسان ونصف ديال الماء. اللي كيبغيهم يجيو هشاشين ينقص من كميه الماء يدير 2 كيسان فقط، واللي بغاك الا قد ينقص يدير كاس ونص ديال الماء. المهم اللي كيبغيو يجيو هشاشين، انا بغيتهم يجيو مقرمشين صراحه. حتى الناس اللي تنخدم اليوم هكا مين نبغي نخدم لي كوموند كيبغوهم يكونوا مقرمشين. واللي بغى يزيد يهششهم يزيد الخل او خميره الحلويات واحد النصف. المهم انا كنبغيهم هكذا باش ما كنزيدش داك خميره الحلويات صافي. وغادي نبدا نزيد دقيق شويه بشويه. من بعد ما نزيد داك الماء نزيد دقيق شويه بشويه حتى كتجمع ليا هاد العجين، وما تكونش قاصحه تكون لينه. وبالنسبه للعجين ما ندلكوهاش نجمعوها صافي. كنبدا نزيد طحين شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجين، كتكون لينه كما قلت. وكنقسمها من بعد ما كتجمع لي كنقسمها على 3 كل كريه باش كنسموها. نقدروا نسمو كريه بالفرماج محكوك، كريه بالزعتر، كريه تخليوها هكاك، اولا تضيفوا اي نكهه بغيتو، بوحده بالهريسه. المهم اللي بغيتو كتنسمو. انا وحده درت فيها الزعتر، وحده خليتها هكاك، وحده درت فيها الهريسه وزدت لها شي شويه ديال التحميره باش تعطيني لون احمر. هادو هما التنسيمات اللي درت. وكما قلت لكم التنسيمات كيبقاو لكم الحريه الاختيار في النكهات والتنسيمات. اللي كيبغي حار يقوي الحار، اللي كيبغي الهريسه يدير الهريسه، نتوما شنو بغيتو. صافي من بعد ما قسمتهم كنديرهم في واحد بلاصتيك كندخلهم الثلاجه، وتنبدا نخدم كره بكره. كل كره وصلت ليها تنجبدها مباشره نخدم. هانتي كيف ما لاحظتوا وحده كندير ليها الزعتر وتنزيد شي شويه ديال الزيت وندخلها مزيان غير نجمعها ما ندلكهاش حيت فيها الزبده. الا دلكتوها كدي فورما في كيدي فورما وداك المملحات في الطيب. هذه كنجمعها مزيان. والثانيه حتى هي كندير ليها الهريسه والتحميره وحتى هي كنجمعها هكذا. والثالثه خلاص خليتها هكاك ما ثلاثه اضافه. هنا من بعد ما خديت هذيك الكريه الاولى طلقتها رقيقه، حاولوا ما امكن ترقوا السر كامل في المملحات باش كيجيو مقربشين. هي انكم ترققوا تلقوها مزيان بالمدلك، ولا بغيتو ديروها في الوراقه نديروها. المهم تكون رقيقه حتى كيبان سطح العمل صافي. وكناخذ الجراره وتنبدا نقطعها هكا مربعات. هذه نديرها على شكل فراشه، كنبدا نقطعها هكا مربعات بالجراره وكنشكلها في الاخير شكل ديال الفراشه. المهم نتوما كتختاروا الشكل اللي بغيتو. انا درت هذا الشكل هذا حتى هو كيجي زويون. المهم نتوما بالنسبه للاشكال تبقى على حسب الرغبه ديالكم، بغيتو تشكلوهم كيف ما بغيتو، ديروا شنيكات، ديروا حريبلات دوك اللي كيجيو ساهلين، كديروا حريبات طيبوهم نص طيبه
وكتقطعوهم وتعاودوا طيبوهم. هادوك صراحه ساهلين في المملحات. ديروا هاد الاشكال هادو، هاد الشكيلات هادو تيجيو زوينين، ولكن فيهم شي شويه ديال الوقت، كيديو شي شويه ديال اليد وفيهم وكيديو الوقت. ولكن صراحه تيجيو زوينين لا شكلا ولا مذاقا. ماشي خساره فيهم داك الوقيت اللي كيديو. كما قلت لكم هذه السمره كتشكل فراشات، كيجيو ساهلين. هاد بعدا هاد الشكل هذا بالخصوص ساهل دغيا دغيا تتوجديه. مازال الاشكال الاخرين شي شويه تيديو اليد عند داك الطابع، وكتبقاي دهني كل حاجه بوحدها وديري اللوز شي شويه كيديو الوقت. اما هاد الشكل هذا ساهل. صافي من بعد ما شكلته كنحطو في اللاطه ندخلو الفرن يطيب على عافيه مهيله. كتعرفوا هاد المملحات كيبغيو العافيه تكون مهيله. وندوزو الشكل الثاني. هذا الشكل هذا كنطبعه بالمطبع، اي طابع اختاروه. كيف ما لاحظتوا العجينه رقيقه رقيقه رقيقه، حيت السر كامل في المملحات هو انكم ترقوا العجينه باش كتجي مقرمشه وما كتجيش قاصحه. صافي غادي نبدا نطبع هكذا. هاد الشكل هذا هو اللي درت فيه الزعتر معكم. كنبدا نطبع ونحطو في اللاطه. غادي ندهنوه بابيض بيضه مخلطه مع صوص صوجا، وتندهن مملحات ديالي. من بعد ما استفتو في اللاطه، اصلا اللاطه بلا ما دهنوها حيت العجينه فيها الزبده ما كتلصق ما حتى شي حاجه. كندهن ديك الدهنه الاولى، عاد كنرش الزريعه او الزراره اللي بغيتو، اللوز يفيلي، المهم اللي عندكم. انا درت الزريعه، ممكن تخلطوا ديروا الزريعه الخضراء ديال القرعه والزريعه هذه العاديه. هاد الزريعه هذه منين كنديرها حتى هي كندير لها واحد الدهينه من الفوق ديال البيض باش كيتثبت داك الزريعه مزيان، وتنرش البافو. كل دهنتي بالبيض كيتبت داكشي اللي درتي، اي زرارع درتيهم تيتبت. صافي وندخل هاد الشكل هذا تا هو الفران يطيب على خاطرو على عافيه مهيله. وندوز للشكل الثالث. قطعته بهذا المرشم هذا الدائري، داك المرشم الصغير كاع. المهم بالنسبه للمراشم نختاروا اللي بغيتو، يا مربع يا مستطيل، المهم يكون صغير ويجي مقدود هو هذاك. صافي تا هو غادي نحطو في اللاطه. غادي ندهنو بالبيض وندير عليه نص لوزه نلصقها، ونعاود ندهن داك نص لوزه من الفوق بالبيض باش كتزيد تثبت مزيان. صافي وكندخلو الفرن تا يطيب على خاطرو. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا من بعد ما طابو. كيجيو صراحه زوينين بزاف، كيجيو مقرمشين. نتمنىو يعجبوكم، ولا عجبوكم تبارطاجيوهم مع الاحباب والاصدقاء. بالنسبه للناس اللي تيخدموا لي كوموند، هادو تحسبوهم ما بين 80 حتى 100 درهم. صراحه تيجيو زوينين، فيهم شي شويه ديال الخدمه ولكن تيجيو زوينين. نتمنى لا فيديو اليوم يعجبكم. تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.